ازيكم يا اصدقائي؟ يا ترى فاكرين بنقول لكم ايه في اول كل فيديو؟ ايوه، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا اعجاب بالفيديو بتاع النهارده. ده هيعجبكم جدا. هو بيبتدي بان الولد بيخش بيلاقي اسرته بتتخانق، بس مش معنى كده ان هو فيديو وحش. بالعكس، هو الولد كان على طول شايف اسرته بتتخانق، وهو بيتخانقوا عشان هما الاتنين عايزين البيت يبقى احسن. هو طبعا كان خايف، بس هو ما يعرفش ان هو ده كان حاجة عادية جدا. وبعدين بيمشي بيبص بيلاقي باباه لسه متعصب ومتخانق. أول ما بيجي يتكلم معاه بيتعصب عليه وبيطرده من البيت. هو مش شايف إن هو غلطان، بس طبعا هو غلطان جدا. ما ينفعش يطلع عصبيته على ابنه. انتوا شايفين هو ازاي خايف؟ وطبعا ده يوم صعب جدا لأن هو جعان. اي نعم، شايل شنطة بطاطس على ظهره، بس دي شنطة لعبة يعني ما فيهاش أكل ولا حاجة. هو راح المطعم وطلب أكل وأخد الأكل وجاي ماشي. الراجل قال له استنى هنا، أنت ما دفعتش فلوس الأكل. قال له هو أنا مش بابايا هيدفع؟ قال له لا، لما يبقى باباك يدفع تبقى تيجي. راح الولد زعلان واخد بعضه وماشي. هو مش عارف يعمل إيه. هو النهاردة يوم الهالوين بس هو لسه مش عارف يقابل حد. هو ماشي والدنيا ابتدت تمطر عليه، وهو شنطة البطاطس اللي على ظهره دي مضايقاه جدا. تاني يوم الصبح لسه جعان طبعا لأن هو مكلش حاجة بالليل، ومش عارف يرجع بيته وهو هيبقى هدي ولا لسه. لقى راجل بينده عليه بيقول له تعالى هنا يا ابني، ده هنا البرجر ب2 دولار بس. قال له لا، أنا معيش ولا حتى دولار واحد. واخد بعضه عمال يشوط في الزلط وهو ماشي. لقى راجل قاعد يشحت على جنب. قال والله فكرة، طب ما أجرب أشحت أنا كمان، يمكن أطلع بأي فلوس، ده الناس بتديله أهي فلوس. الراجل بس لقى الراجل الكبير واخد فلوس، وبعدين قعد جنبه وعمل زيه. الناس بقت تدي فلوس للولد الصغير وللراجل الكبير، وشوية شوية بقت تدي للولد بس. البنت دي ادت للولد فلوس كتير جدا. ايه ده؟ اديتها للراجل الكبير. الراجل كان فرحان بيقول للولد بص انا معايا فلوس كتير ازاي. الولد قال خلاص، انا كمان هعمل زيه. جيب ملاك كان عامل متنكر، بس هو الولد أخد الورقة منه. الناس ابتدت تدي فلوس كتير للولد وابتدت تعطف عليه أكتر من الراجل الكبير. الراجل الشحات القديم قال له بقول لك ايه، أنا شغال في الشغلانة دي هنا من قبلك. أنا هاخد الفلوس كلها وأنت مش هتاخد حاجة. وراح مخوف الولد عشان يجري بسرعة. الولد قعد يجري منه، بس الراجل مسابوش في حاجة وقعد يضربه. جت القطة تشوف تنقذ الولد، راح ضربها هي كمان. قالت له حرام عليك، ده ولد صغير. راح واخدها وضربها. وراح شايل الولد الصغير، وجت البنت راح ضربها هي كمان. هو بقى عمال يضرب في كل الناس لغاية اما الولد اتعصب جدا. راح شاطه شوطة واحدة رماها في السما. الراجل مبقاش يصدق نفسه، الولد ده عنده قدرات خارقة ولا ايه؟ الولد نفسه مكانش يعرف ان هو عنده قدرات خارقة. الناس كلها بصت له قالت له ايه ده؟ ايه الطاقة الغريبة اللي انت عملتها دي؟ ممكن تطيرني انا كمان؟ راح واخدهم كلهم مطيرهم في السما. اكتشف ان عنده قدرة خارقة ان هو يطير اي حاجة في السما، حتى راجل جوه العربية. الناس ادوله فلوس كتير على اللي هو عمله ده. هو بقى بيكسب، ده اكتشف ان هو عنده قدرة خارقة يقدر يكسب منها فلوس. بس يا ترى هيستخدمها في الخير ولا مش هيعرف يستخدمها في الخير؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو بتاع النهاردة. بس يا ريت تدوسوا اعجاب برضه. انتوا نسيتوا تدوسوا اعجاب بالفيديو ده. انا شايفكوا كويس. وبعدين راحوا على المستشفى لأن هو كان اتعور جامد. الست أخدته وراحت ماشية بيه من المستشفى. قالت له أنا دلوقتي أنا أمه، وأنتوا محدش يعرف حاجة عنه. وكل أصحابه طلعوا يجروا وراه لأن هم مش واثقين مين الست دي. والبوليس كمان، البوليس وقفها وقال لهم ارفعوا ايديكم، انتوا كلكم مقبوض عليكم، انتوا عشان الراجل عنده قدرات خارقة هتضايقوه. راحوا هم قالوا له احنا كمان عندنا قدرات خارقة. حتى بص، راحت الست دي مطلعة قنبلة من ايديها وفجرت نفسها جامد جدا. كل الناس زادت عليها جدا جدا جدا. بس يا ترى هي بجد ماتت؟ لا طبعا، دي عندها قدرات خارقة. يعني حتى بعد ما القنبلة انفجرت فيها هي كانت فائت، وكل الناس كانت راحت تاخد بالها منها ونسيوا خلافاتهم ونسيوا خناقاتهم مع بعض، وكانوا جولهم عشان ياخدوا بالهم منها. بس هما ما نسيوش ان الولد عنده قدرات خارقة وهم عايزينه يجي معاهم. هما اخدوه وطلعوا يجروا بيه بعيد. الولد كان مش عارف يعمل ايه، لان هو قدراته خارقة بس هو مش عارف يعمل بيها ايه. هو
ممكن يطيرهم في ثانية إلا ثانية. الناس الأشرار دي عمالين يضربوا الولد وعمالين يهربوه. ايه ده الراجل اللي الولد كان أخد منه الورقة قبل كده، يا ترى هو كمان عنده قدرات خارقة؟ أيوة طبعا، ده طلع عنده قوة خارقة إن هو بيساعد الناس إن هي تبقى أقوى، وفعلا ساعد الأب إن هو يبقى أقوى وأنقذ ابنه. ودي النهاية السعيدة بتاعت الفيديو بتاعت النهاردة.